السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. النهاردة فيديو جديد ان شاء الله، يا رب يعجبكم. قبل بس ما نبتدي الفيديو اتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان ان شاء الله يوصل لكم كل جديد. وشكرا لكل اللي اشترك لي في القناة. النهاردة هنعمل مع بعض مربع الجروني ده، بس بيبقى في النص كده زي وردة، شكل الوردة اللي هو بيبقى بغرزة الفشارة. فاحنا هنشتغل ان شاء الله المربع ده النهارده. المربع ده ممكن تستخدموه حلو قوي في المفارش، في البلوزات، لو جواكت شيك جدا، وتستخدموا بقى فيه اي نوع خيط براحتكم خالص. فان شاء الله هنبتدي مع بعض. اول حاجه ان انا هستخدم ابره مقاس 4، وهستخدم خيط اليز بيبي. انا هعمل اصلا المربعات دي لبلوزه لبنوته ان شاء الله. انا هصور لكم بس الفيديو ده، المربع الجروني ده، بس الفيديو اللي وراه ان شاء الله هوريكم ازاي بتتعمل البلوزه. فالنهارده هنبتدي مع بعض اهو. اول حاجه هعمل عقده بدايه اهو. هلف الخيط على صبعي كده واعمل عقده البدايه. هشتغل ايه؟ هشتغل 4 سلاسل، 1 2 3 4. يبقى هشتغل 4 سلاسل وبعد كده هلف وادخل ان انا اعمل زي حلقة. في ناس ممكن تشتغلها باللي هو الدايرة، انا هعمل كده سلاسل احسن. وبعد كده هرتفع ب3 سلاسل، 1 2 3. بعد كده هشتغل في الدايرة الداخلية دي. هشتغل اول حاجة هلف الشغل بتاعي، هعمل عمود بلفة. هعمل كام عمود بلفة؟ انا هعمل ال3 سلاسل دول بمقامة عمود، بمثابة عمود. فهشتغل عندي 11 عمود بلفة. ان انا عايزة الدايرة دي تعمل لي 12 عمود بلفة. فهشتغل 11. هعمل 1 2 3 4 5. هحاول اشيل الحاجات دي عشان تعرفوا تركزوا معايا. احنا عدينا 2 4 6 7 8. هحاول اداري الخيط من ورا عشان ابقى بنضف شغلي اول باول. 8 9 10 11. تمام كده انا خلصت. هعد برضو 2 4 6 8 10 11. كده يبقى فاضل واحدة، يبقى كده 12. هقفل بقى الدايرة بتاعتي في اول سلسلة اهو كده. هعمل منزلقة. تمام كده. كده انا عملت منزلقة، قفلت الدايرة بتاعتي. هشتغل ايه بقى في الدور اللي بعده؟ هشتغل اللي هي غرزة الفشارة دي. هوريكم ازاي بنشتغلها. اول حاجة هرتفع ب3 سلاسل، 1 2 3. وفي نفس الغرزة اللي انا عملت فيها المنزلقة هشتغل فيها عمودين بلفة. عمودين بلفة ازاي؟ ان انا هلف الابرة مرتين على الخيط كده. تمام. واقوم داخلة في نفس الغرزة اللي احنا عاملين فيها المنزلقة، هطلع من اول 2. وبعد كده هطلع من اول تاني 2. وبعد كده هيبقى فاضل 2 هطلع منها. تمام. هعيد تاني ان انا هلف على الخيط لفتين كده، وادخل واسحب الخيط واطلع. وبعدين اطلع بلفتين، لفتين لفتين. هشتغل 3 مرات كده. هلف برضو الشغل بتاعي اهو، واقوم داخله. هطلع من 2 في 2 في 2. بقى معايا 3. انا دي مش هحسبها، ده ارتفاع عندي عادي خالص. تمام. هقوم بقى ايه؟ مطلعه الفتله دي كده، وطالعه بالابره، وهدخل هنا
وهشد الفتلة دي كده عشان تقفل معايا منزلقة اهو كده. عملت زي غرزة الفشارة، قفلت لي الغرزة، وهطلع بسلسلتين. تمام. الغرزة اللي بعديها على طول هشتغل فيها برضو 3 عواميد بلفتين اهو. اهو هلف وادخل واطلع، هطلع من 2 2 2. تمام. هشتغل تاني، هلف لفتين وادخل في نفس الغرزة واطلع 1 2 3 اهو كده. برضو هلف لفتين واشتغل اهو. هقوم بقى طالعة من الفتلة دي كده اهو، واخد هنا التالتة دي اللي هي الاولى قصدي، واقوم سحبة بمنزلقة. بص قفلت معايا الغرزة، واطلع بسلسلتين تاني، وهكذا هفضل اشتغل الشغل ده كده لحد ما اوصل للنهاية. يعني هعمل كام وردة، هعمل كام فشارة؟ حوالي 12 فشارة اللي هو بعدد 12 عمود، يعني 1 2 4 6 8 10 12. تمام. فانا هشتغل كده، هكمل الشغل بتاعي ده وارجع لكم تاني نشوف الصف اللي بعديه هنشتغله ازاي. ورجعت لكم تاني كده اهو، خلصت. فاضل بس اخر واحدة هعملها معاكم عشان اوريكم ازاي بنقفل الشغل بتاعنا اهو. فاضل واحدة هعمل اهو عمود بلفتين، 1 2 3. لف تاني، 1 2 3. الف لفتين، 1 2 3. تمام. ثانية واحدة. المهم كده اهو خلاص، انا خلاص. قلنا هنقفل بقى ازاي كده الغرزة، ان انا بسحب من اول واحدة واطلع بهنا واقوم سحبة وبطلع بسلسلتين. هقفل بقى في الغرزة اللي ورا دي اللي انا قفلتها، هعمل فيها منزلقة. تمام. هشتغل انا هنا بقى في الفراغ ده اللي هو بتاع السلسلتين، هعمل منزلقة وبعد كده اطلع ب3 سلاسل، 1 2 3. هشتغل بقى قد ايه؟ هشتغل عمود عادي بقى بلفة، 1 2. دول كده اهم 3 عواميد. هعمل سلسلة واشتغل في نفس الفراغ 3 عواميد بلفة تانيين، 1 2 3. تمام. وبعد كده هقوم في الفراغ اللي بعده هشتغل فيه 3 عواميد بلفة، 1 2 3. طيب الفراغ اللي بعده انا بشتغل بس في الفراغ اللي بعده هشتغل فيه ايه؟ برضو 3 سلاسل اهو، عمود بلفة، 1 2 3. تمام. طيب يبقى كده انا اشتغلت هنا اهو في فراغين 3 عواميد بلفة بس. الفراغ التالت هشتغل 6 عواميد بلفة، ما بين كل 3 عواميد سلسلة. يبقى انا كده هشتغل اهو 1 2 3. وبعدين ثانية واحدة اهو 3 عواميد، هقوم عاملة سلسلة واشتغل 3 عواميد تانيين، 1 2 3. يبقى بصوا كده اهو 6 عواميد هنا. بعد كده في الفراغين اللي بعديهم هشتغل 3 عواميد 3 عواميد. الفراغ اللي بعده هشتغل 6 ما بينهم بعد يعني 3، وبعد كده سلسلة، وبعد كده 3.
الفراغين اللي بعديهم هشتغل فيهم 3 عواميد بلفة، كل فراغ 3 عواميد بلفة فقط. 1 2. عشان ايه؟ يعمل لي شكل المربع ده بقى، يقفل لي شكل المربع، ما يبقاش دائري. 2 3. هكذا اللي بعده. 1 2 3. اللي بعده هشتغل اللي هم ال6 عواميد، وهكذا لحد ما اوصل للنهاية. هكمل انا الشغل بتاعي وارجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني كده. بصوا اهو، بصوا اخد شكل المربع ازاي. ان انا اشتغلت اهو هنا 6 في اول حاجة، وبعد كده 2 فراغين فيهم 3 سلاسل، وبعد كده 6، وبعد كده فراغين فيهم 3، وبعد كده 6، وبعد كده فراغين فيهم 3، وبعد كده 6. هيبقى فاضل بس فراغين فيهم 3 عواميد اهو. 1 2 3. ممكن كمان بالخيط ده ان انتوا تدرجوا الالوان، يعني تعملوا اللي في النص ده لون، والوردة اللي هي بالفشارة، بوردة الفشارة دي لون، والطرفين اخر سطرين دول لون تاني. بس انا عندي عشان الخيط اصلا اوريدي فيه الوان مختلفة، فانا مرضتش ادخل الوان تانية. 2 3. تمام. هقفل بقى بمنزلقة هنا. هفضل ادخل بمنزلقة في الغرزة اللي بعديها لحد ما اوصل في الفراغ اللي هو السلسلة اللي احنا عملناها دي اهو. عملت فيها سلسلة وهطلع بكام؟ عملت فيها قصدي منزلقة، وهطلع ب3 سلاسل. هشتغل برضو هنا ايه؟ هشتغل 6 عواميد ما بينهم سلسلة. يبقى 1. انا هنا بقى هعمل تزايد بس للصف ده، يبقى كده 3 عواميد سلسلة، كل ده في نفس الفراغ. 3 عواميد سلسلة، 3 عواميد. 1 2 3. تمام. وبعد كده هشتغل في الفراغ اللي هي هعدي 3 عواميد دول، واشتغل في الفراغ ده 3 عواميد بلفة. 1 2 3. في الفراغ اللي بعده هعدي 3 عواميد، واشتغل في الفراغ ده 3 عواميد بلفة. في الفراغ اللي بعده برضو هشتغل 3 عواميد بلفة. انا بس بزود، بعمل تزايد في الكورنر ده اهو كده. 3 عواميد هنا، بطلع عادي بقى زي المربع الجراني عادي جدا اهو كده. وبعد كده هنا في الفراغ ده هشتغل بقى ال6 بتوعي اللي هو 3 عواميد سلسلة، 3 عواميد. ثواني بس اهو. 3 عواميد سلسلة، 3 عواميد. 3. هكذا بقى هكمل الشغل بتاعي كده اهو. بصوا انا كبرت، بصوا المربع الجراني كبر ازاي. ان انا هشتغل في النص، بدل ما يبقى 3 عواميد و3 عواميد هيبقى 3 عواميد في الفراغات. هكمل لحد ما اوصل وارجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني كده خلاص. هقفل. بصوا عمل المربع اهو كبر شوية، فاضلي هقفل بس اخر 2 اهو. هنا هشتغل 3 عواميد في الفراغ ده، والفراغ اللي بعده هشتغل 3 عواميد اهو. تمام. وهقوم عاملة منزلقة في اول سلسلة، التالت سلسلة هنا بس. ويبقى كده خلاص هقص الشغل بتاعي، وابقى كده خلصت المربع دوت. انا بقى ايه، ممكن تشبكوه في بعض كده،
او ان انتوا تشتغلوا بلوزة. هوريكم برضو ان شاء الله الفيديو اللي جاي ان انا اعمل بلوزة بالشغل دوت. ان شاء الله تعجبكم. يا رب الفيديو ده يكون عجبكم واستفدتوا منه، ويا ريت تكتبوا لي كومنت لو انتم محتاجين اي حاجة تانية، او لو في اي استفسار عن الفيديو اكتبوا لي برضو وهرد عليكم ان شاء الله. ويا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس. شكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.